ايش قصة انهار العامري هذا البنت الذي نزلت عليها امس؟ وفي ناس مش مصدقين القصة ومش مصدقين القضية ودخلوا يكذبوني. اخوها تواصل معي شخصيا من بني العامري من البيضاء، قال الخبر وما فيه، في 2 من تعز ملحمين يشتغلوا شافوا البنت داخل الحارة، قالوا لها تعالوا نوديك وين؟ الدكان، اشتري لك جعالة، اشتري لك جعالة. ودوها الدكان واختطفوها فوق السيارة وعملوا ذي عملوا بها ورجموها لوين؟ لوسط البير. جاء البحث الجنائي شاف البصمات وشاف السيارة ولقى البصمات على البنت وعلى هذا وبيديهم وكل حاجة، واعترفوا هم بعظمة لسانهم انهم ذي عملوا بها. بس اهل البيضاء رجال لحد الان ما تكلموا بالقضية، يشتوا ياخذوا حقهم بالواقع. بالنسبة للذي يقول اصحاب تعز اصحاب تعز اصحاب تعز، رجال وهذولا لا يمثلوا ابناء تعز ولا يمثلوا محافظة تعز باكملها. في كل بيت حمام يا رجال، وهذولا على راسي كل واحد تعزي حر شريف. انا طالع اتكلم باسم هذا البنت او الطفلة التي لا تبلغ من العمر 8 سنين. 8 سنين، انتبهوا لبناتكم للمرة 99 المليون. واحنا ننصح ونحذر، علموا ابنائكم، علموا بناتكم، لا ينحدرين، لا يمشين مع حد، كلميها، اربطيها لا خسرش، اربطي بنتش، امسك بنتك، اخرج انت وياها وبعرضكم قنابل، بعرضك قنابل، اخرج انت والبنت تبعك. لا حكومة، لا ضابطي، لا ناس، لا قانون ولا اي حاجة، كل من يبز حقه بيده. اليوم قضية جنات واحنا لاحق بعدها سنة. نشوف هذا القضية يتفاعلوا معاها، مع اننا متأكد ان اصحاب البيضاء رجال وبياخذوا حقهم طرد. تحياتي لاهل البيضاء.